السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي تتعامل مع الزغاليل من اول ما تفك لحد سن الفطام؟ طبعا الزغاليل اول ما بتفك في الساعة دي، في من الأصوص ساعات بتقوم من على الحصى. يعني عندك أصوص بتقوم من على الحصى او من على زغاليلها في الجو الساقعة دي. ليه؟ ده ناتج من ايه؟ ما تهيألهاش المكان ان هو يبقى ساقع، لازم تخلي لها المكان كله دافي، سواء بتفرك في السلاكة خشب أو أوضة زي ما أنا بفرك كده في أوضة. تمام. دي حاجة. ما تجيش كل شوية في الوقت اللي الحمام بيبقى هادي فيه، مثلا من بعد العشاء، تفضل تخش وتنكش الزغاليل وتبص على الشرب والكلام ده، ايدك رايحة جاية وتحسسهم بالرعب. سيبهم هادين، ما تجيش جنب الحمام، اديلهم اكله في مواعيده. تمام. ولو هتشيك يبقى بعد ما بيتلفوا بنص ساعة أو ساعة إلا ربع تخش تشيك وتخرج. ما تجيش على الزغيل دي بإيدك تاني. تمام. عندي مثلا زغاليل فكت. بص، ده الميعاد اللي أنا بأكل فيه، يعني الساعة 5:30 أهو. كلفتهم في السن ده أول ما بيبتدي يدبس كلفة خشنة. إيه هي الكلفة الخشنة أو كلفة الشتاء؟ إيه؟ بسلة صفرة، فول صغير اللي هو بتاع الحمام، الحباية الفاتحة مش الحباية الغامقة. تمام. الذرة الصفرا اللي هي الكومومبو أو الفيومي اللي هي الصغيرة، والأوجة الفايرة. تمام. بعد الفترة دي بيحتاج تحط له اللي هو القرطن عشان يظبط ريشه ويطلع ناعم وبيلمع ومتستف. طبعا الفيتامينات والكلام ده انت بتديهوله، بس احنا بنتكلم على الكلفة. وهو ليه بقى؟ قبل ما يفك بيوم بدل القص فلارس وبلكم ودنيبه بحط لهم في الطاجن، وبعد ما بيشيلوه وبذور كتان وبذور جرجير والكلام ده، حبات الطاقه يعني، بتشيل الكلام ده وبتديهم كلفه ناعمه. ايه هي الكلفه الناعمه؟ 4-5 حبايات فول وذره عويجه وحبايتين صفر. دي الكلفه الناعمه. لحد امتى؟ قبل ما يدبس كده. ليه بقى؟ بياخد اللبن من الاهل، بياخد اللبن من الاهل. تمام. بص الزغب ياخد اللبن من الاهل. اول ما يدبس ببتدي اخشنه. اول ما بيكبر بعد التدبيس، يعني اقول له سن التدبيس مثلا لحد، بص يعني ده سن التدبيس مثلا لحد هنا كده. اول ما بيكبر شويه عن كده بسنه كده، ببتدي ان انا اغير له في الكلفه. تمام. احط له بقى عدس، الكلام ده عدس بجبه. اجي بالليل كده على العشاء افتح اللمبه الصفراء، اهيئ له مكانه، وما تحطش فيتامينات واللمبه الصفراء شغاله عشان ما يعملش اسهال، لان اليومين دول اسهال كتير. جو متقلب، شويه حر شويه ساقعه مش عارف ايه الكلام ده، والساقعه شديده. فاهتم بالزغاليل وربنا المستعان. سلام عليكم.